التجربة اللي هقول لكم عليها الفعلية بقى، اللي هو انا فعلا شفت حاجة ولا لا، والموضوع فاشل ولا الموضوع يستاهل. وبجد هقول لكم بكل صراحة يعني. بصوا، بس اول حاجة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده هتكلم معاكم عن منتجات مونستيل، تحديدا زيت الاطالة. هبتدي على طول الفيديو هقول لكم كل تفاصيل تجربتي بعد فترة طويلة جدا، تقريبا دخلت على سنة يعني. بس هوريكم الاول شكل العبوة. بصوا ده شكل العلبة. المفروض ان هو بيطول الشعر زي ما هم عاملين كده وحاطين الصور، وده الشكل. طبعا بتبقى كده، وبيبقى الزيت هنا اهو. اول حاجة الباكج طبعا من الحاجات الحلوة جدا، من الحاجات الشيك، بيبقى موجود في المكان بتاعه هنا، ودي بتبقى مقفولة كده. فدي اول حاجة احب ان انا اقولها على الباكج بتاعهم، بصراحة كويس جدا جدا وشكله شيك. ودي ازاز اصلا مش بلاستيك، لانه كمان الاويل احسن حاجة ان هو يتحفظ في حاجات ازاز مش بلاستيك. طيب ايه كمان؟ هقول لكم شويه حاجات عنه بشكل مبدئي، وهكلمكم شويه بالتفصيل دلوقتي. وفعلا عمل نتيجه ولا اي كلام ودعايه وخلاص؟ كل التفاصيل دي هقولها لكم دلوقتي بكل صراحه يعني. بصوا يا جماعه، طبعا انا من ساعه ما اشتريت المنتجات دي كل شويه يجيلي اسئله، ان انا عملت معاكم انبوكسنج وفتحت المشتريات وقت ما جالي الاوردر وكده، فكان بيجيلي دايما اسئله كتير، ما قلتيش رايك، منتجات حلوه مش حلوه، عايزين نشتري الكلام ده كله. انا ما كنتش اقدر اقول رايي، تحديدا منتجات الشعر والبشره، كل الحاجات دي بتاخد وقت علشان اقدر احدد هي فعلا كويسه وحلوه واتكلم بصراحه، او مش حلوه. فده هعرفه منين؟ هعرفه عن طريق الوقت والاستعمال. عشان كده كنت مستنيه لما اجرب واطلع بقى اعمل لكم الفيديو بقى بكل صراحه. انا عملت الفيديو بتاع اللي هو كريم فرد الشعر، مش فرد الشعر، اللي هي زبده الشيا، ماسكه الشيا ده كنت عاملاه، وهكمل لكم بقيه المجموعه كامله، اللي هو الاطاله والانبات، وكمان الشامبو بتاعهم، وكمان التصفيف. خلاص بصوا بقى، اول حاجه هو مكتوب عليه ان هو مكوناته موجود فيه زيت امله، وزيت اسمه النيم، وزيت حبه البركه، زيت الكركم، زيت الجوجوبا، زيت المندرين، زيت بذور العنب، وزيت الارجان، وزيت الروزماري، وكمان فيتامين ه. خلاص دي مكوناته. المفروض ان هو من الاحتياطات بتاعته ان هو بيتشال في درجة حرارة اقل من 30، يعني يفضل ان في الصيف انا بحب اشيله في التلاجة، خلاص، لان طبعا درجة الحرارة في الصيف بتبقى عالية جدا. فدي الحاجات بشكل مبدئي. طيب انا عايزه اقول لكم بقى شوية معلومات عن الزيوت اللي موجودة فيه. اول حاجة هبتدي بالزيت اللي هو اسمه النيم ده، من الحاجات اللي هو بيعملها، وهو انا طبعا كاتبه كل الحاجات دي علشان معلومات كتير جدا، وقعدت اعمل سيرش كويس جدا جدا، غير التجربه اللي هقول لكم عليها الفعليه بقى، اللي هو انا فعلا شفت حاجه ولا لا، والموضوع فاشل ولا الموضوع يستاهل. وبجد هقول لكم بكل صراحه يعني. بصوا، بس اول حاجه خلينا نتكلم عن زيت النيم ده بيعمل ايه. هو بيقلل من تقصف الشعر وتساقط الشعر والقشرة، كمان ليه علاقة بتحفيز نمو الشعر. من مكوناته الكالسيوم وفيتامين اي، وكمان مركبات مضادة للأكسدة، بيقوي بصيلة الشعر، كمان بيحسن من تدفق الدم لبصيلات الشعر. كل ده بيساعد، المفروض ان الشعر يطول، يعني الحاجات دي المفروض بتعمل كده. طيب بيعالج بشكل نسبي الناس اللي عندها ثعلبة، مش بشكل قوي. بيقلل من تجعد الشعر، كمان بيأخر ظهور الشيب، وكمان مكتوب ان هو بيعالج حشرات الشعر، ليه يعني خواص وفوائد معينة بتأثر على الموضوع ده، وبتدي نتيجة كويسة. فممكن يستعمل مثلا للأطفال اللي هما بيروحوا مدرسة والكلام ده، لانه وارد طبعا يحصل الموضوع ده في المدارس وفي الحضانات وفي الحاجات دي. فده اول زيت من مكونات الزيت الاطالة بتاع مونستيل، دكتور ستايل ودكتورة مروة امام. خليني اكمل لكم بقية التفاصيل. طيب بصوا، تاني حاجة موجودة في الزيت الاطالة وهو زيت املة.
خلاص. نفس الحاجات اللي موجودة في زيت النيم موجودة في زيت أملة، الحاجات اللي هو بيعملها، بالإضافة ان زيت أملة موجود فيه فيتامين سي وكمان ألف، وموجود بعض الأحماض الأمينية في الزيت ده، وفيه كمان بروتينات وكربوهيدرات وكمان كالسيوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وحديد. خلاص. الزيت اللي بعد كده اللي هو حبة البركة، نفس الحاجات اللي في زيت النيم بالإضافة إلى شوية حاجات هقول لكم عليها، وهي فيتامين بي، وكمان موجود حديد وزنك ونحاس وكمان فوسفور وأحماض دهنية وبروتينات. طبعا الحاجات دي كلها بتفيد الشعر أكيد. طيب ايه كمان؟ الزيت اللي بعد كده هو زيت الكركم. خلاص. في ناس ممكن تكون متعرفوش، هو في نفس الحاجات اللي في الزيوت اللي قبل كده شوية، يعني الفوائد مشتركة، الحاجات اللي هو بيعملها نفس اللي انا قلته. كمان الزيت اللي بعد كده طبعا زي ما قلت لكم الجوجوبا والماندرين بيعملوا نفس الحاجات، وزيت بذور العنب، كل الحاجات دي بتعمل نفس الحاجات، نفس الفوائد. كمان زيت بذور العنب فيه بقى اضافة ان هو كمان في حاجة اسمها حمض اللينوليك، ده ليه فعالية قوية جدا جدا في الوقاية من الصلع. الناس اللي عندها قابلية للموضوع ده المفروض ان الزيت ده بيقلل انه يحصل كده. خلاص. طيب كمان الزيت اللي بعد كده هو زيت الارجان. زيت الارجان ده يا جماعة المفروض ان هو بيستخرج من شجر موجود في المغرب. بصوا، هي المكونات دي كلها اللي موجودة في الزيت المفروض ان هي اصلا من الهند، وبتبتدي ان هي بيتجمع وبيتكون وبيتصنع في مصر. حلو كده، منتجات منستل عامة كلها. طيب ايه كمان؟ زيت الروزماري، وطبعا فيتامين ه. عندكم بقى يعني شوية هقول لكم عن الطريقة بتاعت الزيت ده تستعملوه ازاي لو انتوا اشتريتوه. ليه كذا طريقة؟ طبعا اي زيت احنا عارفين يفضل ان هو بيتحط على الجذور. خلاص. بنبتدي ان احنا نسيبه من الصبح بالليل، او ممكن تسيبوه ساعتين بس يبقى عندكم البروكاب الحراري ده علشان يبتدي يعمل مفعول احسن. ففي الحالة دي ممكن تسيبوه ساعتين. لو ما عندكمش البروكاب يفضل ان انتوا تسيبوه من الصبح بالليل. انا ما بحبش انام قوي بالزيت بصراحة، وبتبقى يعني المخدة هتتبهدل وانتوا هتتبهدلوا، الموضوع مش عملي. فانتوا ممكن تعملوه اول ما تصحوا، تبقوا اليوم ده اجازة قاعدين في البيت، وتغسلوه بالليل بقى، تدخلوا تاخدوا شاور وتغسلوه بالليل. فدي طريقة برضو كويسة. طيب رأيي انا الشخصي بقى في الزيت ده بعد ما استعملته تقريبا سنة، كنت يعني هو خلص اهو زي ما انتوا شايفين، هو ما فيهوش. طبعا هو طريقة استعماله كويسة جدا. بصوا بتلفوا كده، ودي اللي هي اسمها ايه، القطارة، وبتبدأوا تاخدوا بيها وتفرغوا الشعر كده وتحطوا في الروتس وكده. بس يعني بتحطوا تقريبا بمقدار مثلا قطرتين، ده بيبقى كافي قوي كويس. خلاص. طيب انا رأيي انه هو كويس وانه هو بيعمل فعلا مفعول، بس الحاجات دي بتبقى عايزة وقت. يعني انتوا لو من الناس اللي مستعجلة الحاجات دي مش هتبقى مفيدة معاكم. اي حاجة عامة للشعر او للبشرة لو انتوا من الناس اللي بتستعجل ما تجيبوش الحاجات دي يا جماعة، لان الحاجات دي بتاخد وقت. فخلاص ما تهتموش من الاول، لان في ناس بتجيب الحاجة وتبقى منتظرة ان هي تلاقي نتيجة على طول. يقعدوا يستعملوا الحاجة مرة مرتين تلاتة، شهر شهرين، ايه ده ما جابتش نتيجة. يستحيل حاجات البشرة والشعر تجيب لكم نتيجة من شهر شهرين، يستحيل. من اول 3 شهور تبدأوا تلاحظوا سنة فرق، تخيلوا، ولغاية 6 شهور تبدأوا تلاحظوا شوية فرق، وانتوا طالعين بقى 7 شهور 8 شهور يبدأ الموضوع يتحسن، لحد ما انتوا تبقى عندكم روتين اصلا بتهتموا بشعركم وتبدأوا تلاحظوا نتائج فعلا ملحوظة بالوقت. لكن مش هينفع يبقى حد كان بيهمل جدا في شعره، بيعمل صبغات ومبهدل شعره ومش عارف ايه. حتى لو مش بتعملوا صبغات، في ناس بتبقى خلاص مطنشة شعرها، هي بتغسله وخلاص على كده ومفيش اهتمام خالص. فطبعا اتبهدل وحصل فيه تساقط وحصل فيه تقصف وحصل فيه مشاكل كتير جدا، مستنيين انه بعد شهر شهرين يلاقوا نتيجة هايلة وفظيعة وما حصلتش. مفيش حاجة هتعمل الموضوع ده غير حاجات الفرد الصريح اللي هي البروتين والكيراتين والبوتوكس والفيلر والحاجات الاسامي كتير دي اللي هي كلها بتندرج تحت الفرد.
ده اللي هيعمل نتيجة وقتية، لكن طبعا بيأثر وبيعمل مشاكل بعدين عشان الحاجات الكيميائية اللي موجودة فيه. خلاص. طيب ايه تاني؟ يعني ايه بصراحة اللي انا عايزة اوضحه في الفيديو ده بيعمل نتيجة. طب هتقولوا لي انتي ممكن تكرريه تاني وتجيبيه تاني ولا لا؟ اقول لكم بصراحة انا مش ناوية ان انا اجيبه تاني ولا اكرر الزيوت تاني عامة. بس ده ليه؟ مش عشان هو وحش، علشان انا من الناس اللي ما عنديش خلق وطاقة للزيوت. يعني ما بقدرش ان انا افضل اعمل زيت وافضل استنى يعني ببقى عايزة انجز، ما عنديش خلق لخطوة الزيت دي خالص، بتزهقني وبتاخد مني وقت والموضوع مش عملي معايا خالص. فانا عامه انا من الناس اللي بحبش الزيوت، بس في ناس بتحب جدا الزيوت، تحب تستعمل الزيوت، تجيب خلطات من عند العطارين كبار او من مثلا براندات معينه. فموضوع على حسب شخصيتكم، لكن هو بيعمل نتيجه. واي حاجه للشعر انا بتكلم عليها يا جماعه هنا في الشانل اعرفوا ان هي هتاخد وقت. انا بكلمكم على مكملات غذائيه وحاجات للشعر انا بستعملها، كذلك دي بتاخد وقت برضو. يعني حتى دي ان انتوا تاخدوا مثلا الحديد والحاجات اللي هي زنك والكلام ده عن طريق كبسولات، برضو هتاخد معاكم مش اقل من 3 شهور ل 6 شهور تبداوا تلاحظوا شويه فرق زي ما اتفقت معاكم وقلت لكم. طيب ايه كمان تاني عايزه اقوله لكم خاص بالموضوع ده؟ طبعا الناس هتسالني يقولوا لي الاسعار والكلام ده كله، انا ما عنديش فكره حاليا الاسعار ايه. يعني انا زي ما قلت لكم الكلام ده كان من سنه، فكان انا مشتريه كل المنتجات مع بعض، ما جبتش بس الزيت لوحده، فطبعا مش هقدر احدد سعر الزيت لوحده كام. فطبعا انتوا تقدروا تعرفوا عن طريق الصفحه بتاعتهم على فيسبوك بقى وانستجرام تقريبا. بس كده، دي كانت كل حاجه للفيديو. هسيب لكم فيديو الماسك الشيه في علامه الاي فوق، وهكمل لكم طبعا بقيه السلسله، وهقول لكم رايي في زيت الانبات، لان انا عندي راي مختلف في كل منتج منهم. يعني رايي مش واحد في كل الحاجات، في حاجات اوكي وهرشحها لكم، في حاجات هقول لكم لا دي ملهاش اي لازمه. فقبل ما تشتروا شوفوا الفيديوهات، وبعد ما تشوفوا الفيديوهات قرروا بقى ايه المناسب ليكم اكتر. يعني بس كده، استنوا السلسله وبقيه الفيديوهات، واي اسئله اكتبوا لي تحت في التعليقات. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. باي باي.